النهارده هنفرز البطاطس بدون ما نتسلق، وهتشوفوها معايا 3 انواع من البطاطس. دي البطاطس دي جميله قوي في التحمير وفي التخزين، وخزنتها من غير سليق. وهتشوفوها دلوقتي، هي دي المقطعه وهخزنها على طول. ودي شيبسي جاي صراحه، جايه لي هديه منها شوال، بس جميله جدا في الشيبسي، وهي ديت اللي بياخدوها يصدروها بره. هوريها لكم بردك في الشيبسي عامله ازاي بالشكل ده. شيبسي جميله في التحمير. ديت بقى ديت الصراحة ما حبيتهاش، دي احسن. والصراحة دي عجبتني، لكن ديت قشرة خفيفة، دي ما عجبتنيش خالص، بتطرى. لكن دي بتاعة التخزين والشيبسي. هنا هو توريكوا البطاطس اللي هي الحمراء طلعت معايا ازاي في الشيبسي. دي بتاعة الشيبسي بقى، دي جميلة او خطيرة. هو كيس مفرزاه من غير سليق ولا ملح ولا خل ولا زيت حتى، ولا هتتكسر، وهتبقى بالشكل دوت معايا، بتطلع من الفريزر على طول على الزيت، وهتبقى بالشكل دوت. هي دي طلعت من الزيت، دي اللي انا مفرزاها، اللي هي بالشكل دوت. البطاطس اللي هي الشكل ده دي بتاعت التفريز والشيبسي برضه. وديت برضك شيبسي، دي جميلة جدا. اهو الشيبسي طلع معانا بالشكل ده. البطاطس الحمراء دي بتاعت الشيبسي. اما النوع ده من البطاطس الصراحة ما حبيتهوش، طريت خالص وما كانتش حلوة وما عجبتنيش. يا ريت تعملوها طبيخ مهروسة، لكن دي مش بتاعة تخزين. زي البطاطس كيستها من غير سلق ولا ملح ولا خل، وجميلة، بتطلعيها من الفريزر على القلية.